بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل شرح شابتر 2 بعنوان الفاكتورز اللي هي العوامل هاو تايم اند انترست افكت ماني، يعني ازاي الوقت والانترست ريت اللي هي الفايده بتؤثر على الفلوس. هنا في الشابتر ده بقى بيكلمني على اهم حاجه اللي هي في الايجينيرنج ايكونومي، هو اتخاذ القرار المالي الصح. ده الاساس اللي كل حاجه بتتبني عليه، هو الكاش فلو. تمام كده. طيب الكاش فلو اللي احنا بنتكلم عليه ده بقى اللي هو التدفق المالي، يعني فلوس داخله وخارجه فين. طيب انواع الكاش فلو بالظبط بيقول لي ايه؟ اول حاجه اسمها سنجل فاليو اللي هو مبلغ واحد، او يونيفورمال سيريز اللي هو مبالغ متساويه، وحاجه ثالثه اللي هي مبالغ بتزيد او بتقل اللي هي قيمه ثابته بتزيد فيها بنسبه مئويه. تمام كده. طيب دي اهم نقطه في الشابتر كله، اللي هو تايم فاليو اوف ماني، اللي هو يعني الفلوس دلوقتي مش بتساوي فلوس بعدين ولا الفلوس قبلين برضه. تمام. الاوبجكتيف بقى اللي هي الاهداف بتاعتي، بيقول لي هنا اهم القوانين لازم نحفظها. تمام كده، اللي هو تحويل مبلغ واحد مع علاقه الاف على البي. الاف اللي قلنا اللي هي الفيوتشر المستقبل، والبي اللي هو البريزنت اللي هو الحاضر. تمام كده. والعكس البي مع الاف فاكتورز. تمام كده. طيب يعني يبقى ايه؟ الاف على البي بحسب المستقبل مع الحاضر، بي على الاف بحسب الحاضر مع المستقبل. دول اهم حاجه في البدايه اللي هي سنجل بيمنت. تمام كده. هنروح على السلاسل المنتظمه بتاعتي اللي هي اليونيفيرم سيريز. تمام. اللي هي العلاقات بقى البي على الايه اللي هو اجيب القيمه الحاليه من الاقساط. تمام. والايه على البي اللي هو اجيب القسط من قيمه حاليه. والاف على الايه اجيب القيمه المستقبليه من الاقساط بتاعتها. والايه على الاف اللي هي اجيب القسط من قيمه مستقبليه. تمام كده. طيب الاف اللي هي مستقبلي اللي هو الفيوتشر، والايه اللي هو الانويتي اللي هو بتدفع مبلغ ثابت كل شهر او كل سنه على حسب الوقت. تمام كده. طيب النوع الثالث بتاعي اللي هو الجريدينت اللي احنا كنا عارفينه. تمام. اللي هو بيقول لي لما الفلوس بتزيد كل سنه في نوعين، لا اما ارثمتك زياده ثابته، لا اما جيومتريك اللي هي زياده بنسبه. تمام. النوع الرابع بتاعي بيقول لي الشيفتد كاش فلو. تمام كده. اللي هو بيتكلمني عن ايه بقى؟ لما الفلوس مش بتبدا من السنه الاولى، لازم تنقلها الاول لمكانها الصح وبعدين تبدا تطبق القوانين. يبقى عملنا شيفت، عملنا ازاحه كده للايه للفلوس بتاعتي على السنه المعينه اللي احنا بنبدا من عندها. زي ما إيه مثلا لما يقول لي ايه انا هبدا ادفع من السنه الثالثه، يبقى اروح اشفت للسنه الثالثه عشان ابدا اعمل الاسهم بتاعتي. اخر حاجه بيقول لي استخدام المايكروسوفت اكسل عشان تعمل حسابات بسرعه. تمام كده. هنا بيكلمني على اللي انت عندك مبلغ واحد اللي هي سنجل بيبل. تمام كده. وعايز تحسب القيمه في المستقبل، وعايز تعمل ايه تاني؟ عايز ترجع ترجعه للقيمه دلوقتي. يعني لا اما السنجل بيمنت ديت تحسب قيمته في المستقبل، او ترجع لقيمته دلوقتي باستخدام حاجه اسمها الكومباوند انترست اللي هي الفايده المركبه. تمام كده. طيب هو بيقول لي دلوقتي انا بعمل اختصار للقانون، ففي الاخر هيوصل للاف يساوي بي في واحد زائد اي اس ان. تمام كده. يبقى هو ده الفورمولا بتاعتي اللي انا لازم احفظها. يبقى ده القانون الاساسي اللي هو معناه ان البي اللي هي الفلوس دلوقتي، والاف اللي هي الفلوس بعد ان سنه، والاي اللي هي الانترست ريت اللي هي الفايده، والان اللي هي عدد السنين. تمام كده. ده اسمه ايه بقى؟ الاف على البي فاكتور، اللي هو بيحول من الايه من البي الى الاف. تمام كده. من البريزنت الى الفيوتشر. وزي ما احنا جبنا القيمه بتاعت الايه المستقبل، ممكن نجيب العكس بقى اللي احنا نرجع للماضي. تمام كده. لما احنا نكون في المستقبل ونرجع في الايه في الحاضر. تمام. يبقى ده اسمه ايه اللي انت بترجع ورا البي على الاف فاكتور. كل سنه هنا الفلوس بتكبر بالشكل اللي احنا قدامنا ده، اللي هو واحد إيه زائد الاي. تمام كده. وبعدين واحد زائد الاي تربيع، واحد زائد اي اس إيه 3، وهكذا. فالان ديت اللي هي بتزيد واحد كل ايه سنه. تمام كده. اللي هي السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا. فهنا قدامي قانونين فبنعوض فيهم على طول وبنجيب النتائج. ادي هنا الرسم البياني بتاعها اللي هو بدأ هنا بالبي طب الحاضر، وبعدين مشي على عدد سنين وحد ما وصل لايه للمستقبل. لا اما تبدأ انت بالايه بالبي. تمام كده. وبعدين تمشي على عدد السنين توصل للايه للمستقبل. بس المستقبل هنا جيفن، المستقبل هنا مجهول. هنا البي مجهول. تمام كده. هنا البي جيفن. تمام كده معطى. وهنا الاي طبعا اللي هو معدل الفايده بتاعتي. هنا بقى بيكلمني على الرموز بتاعتي اللي هي المختصره بدل القوانين عشان نحل بسرعه. فبيقول لي هنا في حاجه اسمها نوتيشن اللي هي فورمه معينه، اللي هي هنا الاكس على الواي والاي والان. الاكس ده الحاجه اللي انت عايزها، الواي الحاجه اللي معاك، الاي ديت الفايده، والان عدد السنين. مثلا لو قال لي هنا، لو قال لي مثلا الايه المثال اللي قدامي ده اللي هو الاف على البي. تمام كده كوما 6% كوما 20. يبقى الاف ديت الحاجه المستقبل، والبي اللي معاك الحاضر، والفايده اللي هي 6% المده 20 سنه. هنا الجدول. تمام كده. اللي هو بيكلمني على ازاي تجيب البي من الاف او الاف من البي وهكذا. وقلنا القانونين اللي احنا هنحفظهم عشان نمشي عليهم. وقلنا لو انت هتستخدم الاكسل شيت برضه بتحفظ القوانين دي، بس ما اعتقدش ان انت تستخدم الاكسل شيت. انت هتكتب هتحل بالقوانين دي على طول وتعوض فيها. هنا بيديني مثال بيقول لي ان انجينير ريسيفد بونص، يعني مهندس حصل على مكافأة قدرها قد ايه؟ 12000 دولار. تمام كده. وبعدين ذات هي ويل انفست ناو، يعني ويريد استثمارها في الوقت ده.
he want to calculate the equivalent value، يعني هو بيريد حساب قيمتها بعد 24 سنة، تمام كده. when he plans to use all the result، حيث يخطط لاستخدام المبلغ بالكامل، resulting money as a down payment on an island، اللي هو عايز يستخدم المبلغ بالكامل كمقدم لشراء منزل، لقضاء اللي هو عطلاته على الجزيرة، تمام كده. وقال لي افترض ان المعدل الفايدة بتاعي هو كان كام؟ 8% سنويا طول ال 24 سنة دول، تمام كده. وبعدين هنا بيقول لي احسب المطلوب بتاعك، اللي هو قيمة المبلغ بعد 24 سنة، تمام كده. وبعدين باستخدام الجدول اللي هو الفاكتورز والقانون بتاع المايكروسوفت اكسل، تمام كده. طيب وبعدين اول حاجه هنا بيجيبها بيقول لي ايه؟ البي هنا كانت كام؟ 12,000، دي القيمه الحاليه اللي معايا. وبعدين هنا الفاكتور الفيوتشر هنا مش موجوده، الاي هنا ب 8% بير يير، تمام. وهنا عدد السنين 24 ييرز. احط القانون على طول واعوض فيه. حطيت القانون على طول اهوت وعوضت فيه، جبت القيمه بتاعت الاف على البي من الشيت من 8% و24 سنه، تمام كده، وطلع المبلغ على طول. يبقى هنا باستخدام الجداول، او ممكن انا استخدام الايه القانون على طول اللي هو بتاع البي في 1 زائد الاي الكل اس ان، تمام كده، اللي هو بيقول لي السنجل بيمنت، تمام. وبعدين هنا هتلاقي لي تقريبا نفس الناتج، نفس الناتج ده هو نفس الناتج ده. هنا بيكلمني على السؤال الثاني، بيقول لي جيمي، تمام كده، بدأ يهتم اكتر بسداد فواتير الكريدت كارد في ميعادها عشان يقلل الفوائد، واتصدم لما عرف انه دفع 400 دولار فوائد في سنة 2007، تمام كده. وبعدين كمان دفع مبالغ تانية في السنين اللي قبلها زي الواضح في الصورة. طيب تعال نبص على اللي هو دفعه. في 2002 دفع 600، 2003 ما دفعش، 2004 دفع 300، 2005 ما دفعش، و6 نفس الكلام، و2007 دفع 400، تمام كده. طيب الفكره لو ما كانش دفع الفوائد دي واستثمر الفلوس بدل كده، كان ممكن يبقى معاه مبالغ قد ايه او اكبر قد ايه في المستقبل، تمام. فهنا بيقول لي بقى احسب قيمه الفلوس ديت بعد 5 سنين من دلوقتي، يعني عايز الاف، تمام، بافتراض ان معدل الفايده بتاعه كام؟ مدولي هنا 5%. فعايز الاف، احط القانون على طول واعوض، تمام كده. فبعد ما اداني الجدول ده بقى، انا عملت بقى الايه الرسم البياني بتاعي. هو بيقول لي هنا بدات ب 2002، بكتب هنا 2002، تمام. 2003 اللي بعده 4 5 6 7، وقف هنا. وبعدين قال لي ايه؟ انا عايزك تحسب بعد ايه؟ بعد 5 سنين. فبقول له ادي 1 2 3 4 5، وقوم جاي عامل سهم عايز يحسب الايه الاف بتاعتي. الاف بتاعتي اللي هو الثروه بتاعتي وصلت لكام. وادي هنا الاي اللي هي ب 5% اللي زي ما هو عامل. طب الاسهم الثانيه دي اتعملت ازاي؟ هنا قال لي في 2002 دفع كام؟ 600 دولار. ادينا اجي في 2002 اهوت انزل 600 دولار. وبعدين 2003 فاضي، يبقى خلاص هنا 2003 فاضي. 2004 دفع 300، اجي هنا ادفع 300 دولار. وبعدين فاضي 2007 دفع 400، اجي هنا في 2007 وادفع 400 دولار. يبقى كده انا ظبطت كل حاجه عندي. وبعدين احط القانون بتاعي كده واقول له بقى انا دفعت كام؟ 600، احط القانون 600. وبعدين بحسب الاف على البي 5% و10 سنين، جت من 10 سنين اللي هو من سالب 5 ل 5، عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 سنين من اول 2002 لحد كام؟ 2012، تمام كده. ادي هنا ال 10 سنين، ادي هو عاملها هنا. وبعدين زائد ادي 300 دولار، تمام كده، من 2004 تمام لحد 2012، ادي كده 8 سنين، عمل 8 سنين اهوت. زائد ال 400 دولار، زائد ديت فرق 5 سنين، تمام كده 400. وهنا الاف على البي في كل واحده 5% ثابته في كل واحده. ودي هنا ال5 سنين. وبعدين احسب كل واحده واطلعها واضربها في البي بتاعتها، واحسب الايه الثروه بتاعتي وصلت لكام. يعني ايه بقى يونيفورم سيريز؟ قال لي هنا مبلغ ثابت اللي هو الانوتي، تمام كده. الانوتي ده مبلغ ثابت بيتكرر كل سنه، لازم شرطين. اول شرط كل سنه ورا بعض منظم، تمام كده، السنه الاولى الثانيه الثالثه وهكذا. الشرط الثاني نفس القيمه كل مره، تمام كده. يبقى ده الشرطين بتوعه. طيب ادي العلاقه بتاعتي، ادي هنا البي من الاقساط الحاليه ديت، القيمه الحاليه البي، تمام كده، بيساوي كذا كذا كذا. ادي القانون بتاعي لازم يتحفظ. وادي الايه، تمام كده، القانون بتاعي نفس الكلام، ديت الاقساط بتاعتي، تمام كده. ادي هنا القيمه الحاليه وادي هنا الاقساط بتاعتي. فانا بيكلمني بقى برضه يقول لي في ملحوظتين. اول قسط اللي هو الانوت ده بيبدا بعد السنه مش دلوقتي، يعني اول سنه اللي هو دلوقتي احنا مثلا لو في الحاضر احنا كده زيرو، السنه الجايه تبقى واحد، يبقى تبدا القسط من السنه الجايه. وعدد الان ديت اللي هي عدد الاقساط بتاعتي. ففي القانون ده هنا مثلا لو انت عندك اقساط، تمام كده، عندك اقساط وعايز قيمتهم دلوقتي فبتجيب البريزنت. وهنا لو انت عندك مبلغ وعايز اقسمه اقساط فبتجيب الانوت بتاعتي عشان يقسمه لك. هنا حط الكلام برضو في تيبل، تمام كده. والحته بتاعت الاكسل شيت ديت برضو مش محتاجينها فمش عايزينها خالص دلوقتي، تمام. وهنا برضو لو انت مش عايز تحفظ القانون ممكن تجيبه بالعلاقات اللي هي الجداول وكده، اللي هي علاقه البي على الاي او الاي على البي، تمام كده. وبعدين الاي طبعا الانترست ريت، والان عدد السنين، تمام كده. لا اما تجيبها بالقانون تحفظه، لا اما تجيبها بالعلاقه بتاعت الشيت. نشوف هنا مع بعض سؤال سريع. بيقول لي هاو ماتش ماني، اللي هو كام المبلغ should you be willing to pay، اللي هو المفروض تدفعه دلوقتي
فور ا جرادوينتد 600 دولار بير يير، عشان مقابل انك تاخد 600 دولار كل سنه، تمام كده، لمده 9 سنوات، وابتداء من السنه الجايه، تمام كده، ستارتنج نيكست يير يعني من السنه الجايه. وقال لي ريت اوف ريتيرن بتاعك 16% بير يير، تمام كده. ادي هنا معدل العائد بتاعك 16% سنويا. طيب ادي هنا نوع المساله بتاعتي يونيفورم سيريز اللي هي اقساط، وعايز يحولها لقيمه حاليه، تمام. يبقى انت عايز البريزنت، يبقى حط القانون على طول وعوض، تمام. كل حاجه معايا وكل حاجه تتعوض. فهنا تعوض في ايه؟ لانوتي طلعت معايا بكام؟ اللي هو مديلي ب 600، تمام كده، والبي طلع معايا ب 2763 الف دولار، تمام كده. نكمل كده النوع التالت بتاعي اللي هو الجريدينت فورميولا، اللي هو لما الفلوس مش ثابته زي الايه، ان الايه اللي هي النوتي اللي هي قيمه ثابته، تمام كده. لا، الجريدينت اللي هي لا اما بتزيد لا اما بتقل، تمام كده، كل سنه بشكل منتظم. طيب قال لي النوع اللي عندك هنا اللي هو ارثمتك جريدينت، يعني الزياده ثابته كل سنه. مثال مثلا لو انت اديتك هنا، ادي هنا السنه الاولى، تمام، اللي هو بيكلمني ادي 0 1 2 3 4 لحد الان، هنا عدد السنين. قال لي مثلا لو انا زودت هنا بمبلغ جي، يبقى اللي بعده 2 جي، اللي بعده 3 جي، 4 جي، وهكذا وهكذا وهكذا، تمام كده. فادي هنا القانون بتاعها، وطبعا لازم كل قانون وليه الايه الجدول بتاعه اللي احنا ممكن نعمله، تمام. بيقول لي هنا ان المساله بتاعتي بتتكون من جزئين. الاول الجزء يعني اللي هو البيز اماونت اللي هو الثابت، او القيمه بتاعتها 500 او 800، تمام كده، ديت زيها بالظبط، تمام. ودي بتتحسب كيونيفورم سيريز، اللي هي القانون اللي احنا خدناه قبل كده، يونيفورم سيريز، تمام. الجزء الثاني اللي هو الجريدينت بقى العادي. طيب دي لا، الزياده السنويه دي لا قانون خاص اللي هو البي على الجي، وبتحط وتعوض فيها وبتجيب الناتج بتاعك على طول. ادي هنا القانون الكامل البي هنا، تمام، اللي هو اول جزء اللي هو البيز اماونت بتاعي، وبعدين تاني جزء اللي هو الجريدينت. الجزء الاولاني اللي هو ايه، ادي هنا الاي في البي على ايه العلاقه الاي والان، تمام كده. الجزء الثاني هو اللي هو بتاع جي الجريدينت بقى بتاعي، تمام، اللي هو معناها بقى ان انت بتحسب الفلوس الثابته لوحدها، وبعدين نحسب الزياده، تمام كده، لوحدها، وبعدين نجمعهم مع بعض. فادي هنا الغرض من القانون بتاعي. فهنا المثال ده بيقول لي انا مدي لك ان الاي بتاعي ب 5000 دولار، تمام كده، اول سنه، وبعدين قال لي الجي بتاعتي هيبقى كام؟ 500 دولار، زادت 500 دولار، تمام كده. ادي هنا الجريدينت بتاعتي دي الزياده بتاعت كل سنه. وقال لي عندي الاي بتاعتي اللي هي 10%، وقال لي عدد السنوات هنا برضو 10 سنين، تمام كده. يبقى اقول على طول الحل بتاعي، احط القانون. ادي هنا البيس بورت بتاعي او البيس بارت، تمام كده، اللي هو الجزء الثابت، اللي هو ال 5000 في البيع على الايه 10% و10 سنين، زائد الجريدينت بتاعتي 500 في البي على الجي 10% و10 سنين، تمام كده. هجيبه من الجداول واجيب الدرجه على طول تطلع بكام دولار. نروح لنقطة جديدة اللي هي الكاش فلو عند ايه؟ عند شيفتد سيريز. لو انت هو بيقول لي لو انت عندك اقساط ثابتة اللي هي الانوتي، تمام كده، بس مش بتبدأ من اول سنة، تمام كده، يعني البداية متأخرة، مثلا تبدأ من السنة الثالثة الخامسة وهكذا. ودي اسمها ايه؟ هي يونيفورم سيريز بس شيفتد، يعني حصل لها ازاحة. يعني مثلا بدل ما تبدأ مثلا من اول سنة هنا، بتبدأ من ايه؟ من الرابعة، تمام كده. يبقى هنا حصل ايه؟ مشكلة. القوانين العادية البي على الايه، تمام كده، بتشتغل لما السلسلة تبدأ فورا، لكن هنا البداية متأخرة لازم نحركها. طيب يبقى الحلول كلها ايه اللي نعملها؟ قال لي فيها طريقه مباشره، اللي احنا نحسب كل قسط لوحده بطريقه الاف على البي، وبعدين تجمعهم، تمام كده. ادي كده اول حل عندي. وبعدين الطريقه اللي بعدها طريقه المستقبل، نحول كل الاقساط لسنه معينه مثلا اخر السنه، وبعدين نجمعهم، وبعدين نرجعهم تاني للحاضر اللي هو بطريقه الايه البي على الاف، تمام كده. طيب وفي طريقه تانيه اللي انت إيه تستخدم الاف على الايه، تمام كده. ادي الثالثه تستخدم الاف على الايه، وبتجيب القيمه المستقبليه وبعدين نرجعهم للحاضر اللي هو البي على الاف. دي برضو طريقه، تمام كده. طيب الطريقه الرابعه ودي الاهم بقى، اللي هو انت بتستخدم البي على الايه لكن في مكانها الصحيح، وبعد كده تحرك الناتج للحاضر، تمام كده. يبقى الطريقه دي اللي بتيجي في الامتحان. يبقى هنا القاعده الذهبيه بتاعتي بيقول لي ان استخدام البريزنت وورث اللي هي البي على الايه يطلع لك قيمه عند سنه معينه، تمام كده، مش الصفر طبعا. بعد كده ننقلها للحاضر. يعني هنا بيقول لي هنا في النقطه ديت، بيقول لي لو اول قسط عندك في السنه الثالثه، البي على الايه هيطلع لك القيمه في السنه الثانيه، وبعدها تنقلها للسنه الصفر باستخدام البي على الايه، تمام. هنشوف الكلام ده برضو معانا كده في الايه في المسائل، وهنفهم مع بعض واحده واحده. يبقى اللي حصل كله هنا ايه؟ الشيفت ديت اللي هي متاخره، تمام كده. ادي هنا اللي انت دفعت من السنه الرابعه. الحل هنا اللي انت هتحرك البي، تمام كده، ونحسب. ادي حركنا البي لحد هنا، تمام كده، وجبنا البي على الايه يطلع عند نقطه قبل اول دفعه اللي هي النقطه الثالثه، وبعدها إيه تنقل للحاضر، تمام. هنا في المثال اللي معايا ده بيقول لي اللي انت دفعت دلوقتي كام؟ 5000 دولار، تمام كده، والاقساط بتاعتك هي 500 دولار، المده 6 سنوات، تمام كده. البدايه بقى هنا قال لي بدايه من السنه الثالثه، والفايده بتاعتي هي 8%. فانا خدت كل الايه اللي انا عايزه من المساله دي. في المساله دي عرفت اللي هي قال لي ادام بدات من السنه الثالثه اللي انت شيفتد يونيفورم سيريز،
يبقى الفكره هنا انت عندك جزئين، الجزء الثابت اللي هو 5000 دولار دلوقتي اللي انت دفعته في اول سنه، تمام كده، في الحته ديت 5000 دولار انت دفعتهم، والجزء المتكرر اللي هو النوتي اللي هو 500 دولار سنويا، لكن بيبدا متاخر مش من السنه الاولى، بيبدا من السنه الثالثه، تمام كده. يبقى اول خطوه عندي نحسب قيمه الاقساط بتاعتي اللي هي البي على الايه، تمام، اللي هو حطينا القانون بتاع البي على الايه وجبنا الايه الناتج بتاعي. يبقى المسألة اللي قدامي ديت فيها حاجتين، أول حاجة دفع فوري اللي هي في الأول خالص، هنا دفعت 5000 دولار في السنة صفر، تمام، وبعدين ده بيتضاف مباشرة هنا. طيب بعدها في حاجة اسمها سلسلة الأقساط بتاعتي اللي هي الشيفتد اللي حصلت، اللي هي 500 دولار سنويا لمدة 6 سنين من سنة واحد لحد كام؟ ستة. لكن هنا بتبدأ بعد كام؟ بعد 3 سنين، أدي واحد اتنين تلاتة، أدي هنا التلاتة الشيفت اللي حصل. طيب أهم نقطة في الحل هنا لما نستخدم البيع على الإيه، الناتج ما يطلعش في السنة الصفر، يطلع في السنة التانية، تمام كده. طيب وبعدين عشان البدايه هنا جايه متاخر، فيطلع في الايه الصفر بتاعي هنا هيطلع في السنه الثانيه دي. يعني انا بدات هنا صفر واحد اثنين ثلاثه وهكذا لحد 8، بس في الفعل اللي تحت بدات هنا كام؟ الصفر واحد اثنين ثلاثه، لان اول قسط دفعته في السنه ايه الثالثه اللي هي بالنسبه لي الواحد، فهنا في الايه الدافع بتاعي جه في السنه اللي قبلها اللي هي الصفر بتاعي اللي هي جت في السنه الثانيه في الايه في الحسابات بتاعتي، تمام كده. عشان بعد كده نعمل ايه؟ نحول من السنه الثانيه ديت للسنه الصفر، نرجعها سنتين. يبقى هنا في البدايه هنا قام جاي حط القانون بتاع الايه، تمام كده، وقال البي داش ايه بيساوي البي على الاف 8% الاي بتاعتي، وهنا سنتين، تمام، يبقى هترجع كام؟ ترجع سنتين. فادي هنا بيقول لي ايه؟ قال لي التوتال بريزنت بتاعتي ديترمايند باي ادنج البي اي، تمام كده، والبي نود، ادي البي نود مع البي اي، البي نود اللي انت دفعته في الاول خالص اللي هي 5000 دولار، تمام كده، والبي اي اللي هي دي اللي هي القانون بتاعي اللي هو 500، تمام كده، الاقساط بتاعتي في البي على الايه 8% و6 6 سنين، تمام كده، مضروبه فين؟ مضروبه في اللي انت جبته فوق اللي هو البي على الاف، تمام كده، و8% لمده سنتين اللي انت رجعتهم ورا. يبقى هنا ال6 سنين اللي انت جبتهم دفعتهم قدام في الانوتي، تمام كده، وادي هنا البي على الاف اللي انت رجعته ايه البريزنت بتاعي سنتين ورا. فعملنا بقى القصه دي كلها وطلعناهم من حسبه واحده على طول، وهو دي المسائل على طول اللي هي بتاعت الشيفتد، ولازم تحفظ الطريقه ديت عشان دي اسهل طريقه، ولازم تحل بيها على طول، بس تبقى فاهم إيه اللي احنا عملناه. رسمنا، فهمنا المساله عايزه ايه، دفعت هنا كام في البدايه، وبعدين بدات عند السنه الثالثه دفعت الاصاب بتاعتك، تمام كده، فيبقى السنه اللي قبلها على طول هي السنه الصفر اللي انت المفروض تحسب من عندها البي داش ايه. طيب تمام كده. فالبي اي اللي انت دفعتها هنا المفروض تحسبها هنا، يبقى تحسب من البدايه هنا البي اي، تمام كده، اللي انت عملت لها شيفت، فتقول له البي اي بيساوي بي داش اي ده اللي هي بعد سنتين، بتحط السنتين بتحط العلاقه بتاعتك واللي هي كمان سنتين، تمام، وبعدين تقول له البي توتال بقى بتاعتي اللي هي البي اي، تمام كده، زائد البي نود، تمام كده، البي نود اللي انت دفعته في الاول خالص اللي هو المبلغ اللي انت دفعته اللي هو 5000 دولار، والبي اي اللي انت عايزها اللي هو ايه اللي انت خدتها اللي هي راجعه سنتين وال6 سنين، يبقى القانونين اللي هو 500 إيه القسط في الايه في ال6 سنين بتوعي، وبعدين القيمه بتاعت البي على الاف في السنتين اللي رجعوا ورا، تمام كده، وبعدين تحسبهم في الاخر وطلع الناتج.